المشاهد التي تشاهدونها الآن أمامكم على الشاشة هي ليست من غزة أو من سوريا أو من دولة فيها حروب أو اقتتالات أو مخيمات نازحين أو شيء من هذا القبيل، بل هذه المشاهد هي من الجزائر، دولة النفط والغاز التي من المفترض أن ليس فيها لا حرب ولا نازحين ولا هم يحزنون. ففي الساعات الماضية كانت هناك عديد من الفيضانات في عدد من المناطق في الجزائر، هناك قتلى، هناك مفقودين، هناك خسائر، لكن الإعلام الجزائري لم يتحدث عن هذه الأمور وما زال مشغولا بحملته المسعورة ضد جارته المملكة المغربية. المشاهد التي هي منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد لنا بأنه لا توجد بنية تحتية في الجزائر، لا توجد فرق قادرة على التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولا توجد أبسط شروط العيش. وبدل أن يسلط الإعلام الجزائري الضوء على هذه الكوارث الموجودة في الجزائر، هم مهتمين فقط بنشر أخبار زائفة مفبركة لا أساس لها من الصحة عن المغرب وعن المملكة المغربية. وما زلنا سوف نشاهد ما هو أكثر من ذلك بكثير: انعدام للبنية التحتية، انعدام للمستشفيات، انعدام للطرقات، انعدام للسيارات. تخيلوا معي بأن حتى عجلات السيارات غير موجودة في الجزائر بسبب الأزمة الاقتصادية. ومع ذلك وسط كل هذا الإعلام الجزائري يتحدث فقط عن المغرب 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 يوميا، في حين أن الجزائريين يعيشون حياة الكلاب حرفيا في الجزائر. وإن كنت أقول بأن الكلاب لربما تعيش أفضل من وضعيتهم الكارثية المهترئة التي يعيشونها في الجزائر. أراكم في فيديو قادم.